الفيلم الثاني هو Get Out من إخراج جوردن بيل في 2017. والقصة دايرة على كريس واشنطن اللي تيلعب الدور ديالو دانيال كالويا، واللي هو مصور محترف أمريكي من أصول إفريقية، مصاحب مع غوز اللي كتلعب الدور ديالها أليسون ويليامز واللي هي بيضة. غوز غادي تعرض على كريس باش يمشيو يدوزو الويكاند مع والديها اللي ما ساكنينش في نفس المدينة واللي ما عارفينش بلا بنتهم مصاحبة مع ان افرو امريكان. وهاد القضية مبرزتها كريس اللي واخا هكاك غادي يوافق وغادي يمشي، وغادي يلقى راسو من بعد مع عائلة صاحبته اللي غادي يرحبوا به ويتعاملوا معاه ترونكيل، وكريس غادي يرتاح في دماغه. ولكن واخا هكاك شي حاجة ماشي تاليه، الاجواء غريبه في هذه البلاصه هذه، وغادي تزيد تغراب ملي العائله ديال صاحبته غادي يعرضوا على باقي افراد الاسره وحتى على شي صحابهم. وكريس غادي يلقى راسو في وسط واحد العالم بعيد عليه، والقصه غادي تعنكش وتمشي بينا بعيد. هذا الفيلم لقى اقبال وحقق ارباح مهمه، وحاز على الاوسكار ديال افضل سيناريو اصلي في 2018، وعلى جائزه افضل فيلم في الفيستيفال ديال Independent Spirit Awards. وGet Out هو أول فيلم للمخرج جوردن بيل اللي معروف بالسلسلة الكوميدية كي ان بيل، واللي تانسبيرا في الإخراج الفيلم ديالو من واحد الحفل كوميدي ديال إيدي ميرفي اللي عاود فيه على الوقيته اللي كان تيوجد فيها راسو باش يتلاقى والدين صاحبته البيضاء، وكيفاش كان مخربق وما عارفش اش كيتسناه.